معزه خاصه. انا نفسي اصلي في الاقصى. اه والله. ها الناس دي اللي هي اللي عملته. الحب ده حب الحمد لله رباني، وده مسؤوليه. عشان كده الناس بتبقى عندها امل في الاشخاص ان هي تعبر عن في بعض الامور عن قضاياها، عن احاسيسها ومشاعرها. فالناس الناس هي اللي بتعملها، وعمر الواحد ما بينسى فضل الناس عليه. فاهم؟ فضل كبير، والحب ده من حب ربنا سبحانه وتعالى، وده مسؤوليه. فانا بشكر الناس كلها. وانا فلسطين حاجه بالنسبه لي، حاجه خاصه الصراحه. كل الشعوب العربيه الواحد بيحبها وبيعزها، انما دول لهم معزه خاصه. معزه خاصه. انا نفسي اصلي في الاقصى. اه والله. يا رب. عاوز الاحساس ده يوصل لكل الجيل. الناس دي شافت الويلات، بيتعاملوا مع اقذر بشر موجودين في العالم، احتلال لا يطاق. فالناس دي كل حد يملك اي ذره انه يساعدهم، لانهم مروا بحاجات صعوبات كتيره. التاريخ كان يقول لنا باعوا اراضيهم. باعوا اراضيهم ايه؟ ده بقى لهم سنتين ما بيخرجوش من اراضيهم، ولا يقول لك لا للتهجير. هو مش هيسيب ارضه. ناس بتقاتل، ناس فدائيين، زي ما شفنا في الملعب النهارده. عندنا جيل من اللاعبين، جيل مميز. عندنا لاعبين صغار في السن، عندنا فلسطينيه في المهجر وفلسطينيه الشتات اللي حكوا انه الكبار سيموتون والصغار سينسون. جبناهم وقفوا للنشيد الوطني ويعزفوا النشيد الوطني، وهذه رسالتنا المهمه من خلال كره القدم. جميل. وانت في فلسطين لك شعبيه يعني صلاه النبي. شعبيه في كل مكان. نعم. بس احنا بنحس بالتقصير معاكم. هات ابراهيم. بنحس بالتقصير معاكم في كل حاجه، لان احنا مقصرين فعلا. فمهما يكن الاحساس اللي بيوصل لكم لا يا نهار ابيض. لا يا ربنا يحفظكم ويبارك فيكم. انتوا قدمتوا لنا ماتش حلو قوي قوي. الحمد لله. هذا شرف لنا وسام على صدرنا انه يعني محلل او كابتن ونجم كبير وبعدين محلل كبير انه يحكي هذا الكلام، فهذا بزيدنا ثقه وبحط علينا عبء كمان. ايهاب ابو جزر مدرب منتخب فلسطين، شكرا لك. يعطيك العافيه. شكرا كابتن ايهاب. نجم الكره المصريه ونجم في التحليل لقناه بين سبورت محمد ابو تريكه، شكرا.